الخبر تيفي، للخبر بقية. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. بلاغ عاجل: إيمانويل ماكرون يوجه أكبر صفع في التاريخ لعبد المجيد تبون. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ليصلك آخر الأخبار المغربية. بلاغ عاجل: إيمانويل ماكرون يوجه أكبر صفع في التاريخ لعبد المجيد تبون. حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت مساء الأربعاء أنه لن يطلب الصفح من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم، لكنه يأمل أن يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في باريس هذا العام لمواصلة العمل وإياه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين. وفي مقابلة مطلة أجراها معه الكاتب الجزائري كامل داوود ونشرتها أسبوعية لوبوان الفرنسية مساء الأربعاء، قال ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح، هذا ليس الهدف، الكلمة ستقطع كل الروابط. وأوضح الرئيس الفرنسي أن أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول نحن نعتذر وكل منا يذهب في سبيله، مشددا على أن عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنه عكس ذلك تماما. وأوضح أن عمل الذاكرة والتاريخ يعني الاعتراف أن في طيات ذلك أمورا لا توصف، أمورا لا تفهم، أمورا لا تبرهن، أمورا ربما لا تغتفر. ومسألة اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري في الجزائر 1962 1830 هي في صميم العلاقات الثنائية والتوترات المتكررة بين البلدين وفقا لفرانس بريس. وفي 2020 تلقت الجزائر بفتور تقريرا أعده المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا بناء على تكليف من ماكرون دعا فيه إلى القيام بسلسلة مبادرات من أجل تحقيق المصالحة بين البلدين، وخلى التقرير من أي توصية بتقديم اعتذار أو إبداء بالندم، وهو ما تطالب به الجزائر باستمرار. وفي مقابلته قال الرئيس الفرنسي: آمل أن يتمكن الرئيس تبون من القدوم إلى فرنسا في عام 2023 لمواصلة عمل صداقة غير مسبوق بعد الزيارة التي قام بها ماكرون نفسه إلى الجزائر في غشت 2022. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان بالإمكان أن تتخلل هذه الزيارة المرتقبة لتبون إلى فرنسا مشاركة رئيس الضيف في مراسم تكريم أمام نصب الأمير عبد القادر الجزائري في مقبرة أبطال مقاومة الاستعمار ببلدة أمبواز جنوب غرب باريس، قال ماكرون: إن مثل هكذا أمر سيكون لحظة جميلة جدا وقوية جدا. وأضاف: أتمنى حصول ذلك. واعتبر ماكرون أن إقامة هكذا مراسم سيكون لها معنى في تاريخ الشعب الجزائري، وبالنسبة للشعب الفرنسي ستكون فرصة لفهم حقائق مخفية في كثير من الأحيان. الخبر تيفي، للخبر بقية.